أنا اسمي ليلى وعندي 40 سنة وأنا مطلقه من حوالي 7 سنين. ولما أطلقت من جوزي كانت قاعدة في حاله نفسيه وحشه جدا، لأن جوزي كان خلاص قرر يتجوز واحده ثانيه أصغر مني، وما عنديش أي ولاد، ربنا ما رزقنيش بأطفال، فكان الموضوع صعب عليا جدا لأني حسيتني فشلت في حياتي كلها. وبعد الطلاق اتفقنا أن هو يدي للشقة اللي كنا عايشين فيها وأنا أقعد فيها لوحدي، وكمان أدالي فلوس كتير قوي كنوع من التعويض. يمكن عشين كان حاسس بالذنب تجاهي، فأنا خلاص قررت إني أبدا حياتي من جديد، وفتحت مشروع صغير وهو محل إكسسوارات وهدوم حريمي. وبفضل ربنا المحل كان ماشي كويس جدا، وبقيت عندي دخل كويس والحمد لله مرتاحه ماديا. بس طبعا من الناحية العاطفية كان تعبه جدا لأني قاعده لوحدي في البيت، وكل يوم نفس روتين من البيت للمحل ومن المحل للبيت، وما عنديش أي حد في حياتي وكل صاحباتي اتجوزوا وبقي عندهم عيال ومشغولين في حياتهم، وأنا قاعدة لوحدي. ومن كتر ما أنا كانت قاعدة لوحدي بقيت بحس إني محتاجة لراجل في حياتي، محتاجة حد يكون جنبي ويحسسني إني ست ومش عايزه أكمل حياتي كلها لوحدي كده. الشقة اللي أنا قاعده فيها كانت شقه كبيره شويه، فيها 3 أوض وصاله، وكانت قاعدة فيها لوحدي، وكل حاجة فيها بتفكرني بجوزي وبالحياة اللي كانت بينا، وده كان بيتعبني نفسيا جدا. فقررت إني أغير في الشقة وأعمل ديكور جديد وشيل كل الحاجات القديمة اللي بتفكرني بيه، وفعلا عملت كده وبقت الشقة شكلها حلو وجديد ومريح، وحسيت إني بدأت صفحه جديده في حياة. المحل بتاعي كان في منطقه حيويه جدا، وكان بيجي عليه زبائن كتير، والحمد لله الشغل كان كويس، بس أنا كانت محتاجة حد يساعدني لأن الشغل كان كتير عليا لوحدي، وكانت بتعب جدا من كتر الوقوف والشغل المتواصل. قررتني أجيب حد يشتغل معي يساعدني في البيع والترتيب والحسابات وكده. المهم من فترة كده جالي شاب عشين يشتغل معي في المحل، كان محتاج شغل، وكان باين عليه كدهم أنه شاب محترم ومؤدب جدا اسمه كريم، وكان عنده حوالي 27 سنه، وكان لسه خالص كليه تجاره وعايز يشتغل أي حاجة عشين يصرف على نفسه وعلى أهله، لأن والده متوفي من زمان ووالدته مريضه، فهو كان شايل مسؤوليه البيت كله، وعنده أخوات صغيرين لسهم في المدارس، فكان محتاج الشغل جدا. أنا أول لما شفته حسيت أنه شاب كويس جدا وباين عليه الاحترام والتربيه والأدب، وكان لبسه محترم ونظيف وطريق كلامه مؤدبه جدا، وما كانش زي شباب بالتعد الوقت اللي بيتكلمون بوقحه أو بيكونوا مستهترين، لاده كان مختلف تماما. فوافقت إشغله معي في المحل، وفعلا بدأ يشتغل معي، وكان شاطر جدا في الشغل، وكان بيساعدني في كل حاجة، وكان بيهتم بالمحل زي ما يكون محله هو، وده خلاني أثق فيه جدا واعتمد عليه في حاجات كتير، وكانت بسيبه لوحده في المحل أحيانا وامشي اقضي مصالحي، وهو يقعد يبيع ويحاسب الزباين، وكان أمين جدا وما كانش بلاقي أي فلوس ناقصه أبدا، وكان كمان بيجيب زباين جداد للمحل من معارفه وأصحابه، ودخل المبيعات تزيد والشغل يبقى أحسن. في الأسبوع الأول من شغله معايا كانت بلاحظ إنه شاب خجول شويه وما بيتكلمش كتير، وبس بيرد على الكلام اللي إنن بقوله، بس ما كانش بيبدن هو الكلام. فحاولت أني أخليه يرتاح معايا إكتي، وبدأت أتكلم معاه في مواضيع عامه وعن الشغل وعن حياته وعن دراسته وكده، ومع الوقت بدأ يرتاح معايا ويتكلم أكتر، وبقينا نتكلم في كل حاجة تقريبا. مع الوقت بقينا قريبين من بعض جدا، وبقيت بحكي له عن حياتي وعن طلاقي وانا آزي، كان تعبانه وهو كان بيسمعني باهتمام، وكان بيحاول يطمني ويقول لي كلام حلو يخليني أحس آني أحسن، وكان بيقول لي أنس قويه ومحترمه، وعملت حاجة كبيره لما فتحت المحل ده، ولا لساب واحده زيك يبقى غبي وما يستهلكيش. وكلامه ده كان بيفحني جدا ويخليني أحس إني فعلا عندي قيمه، وهو كمان كان بيحكي لي عن حياته وعن مشاكله وعن والدته المريضة اللي محتاجة علاج غالي وهو مش لاقي فلوس كفاية، وعن أخواته الصغيرين اللي محتاجين حاجات كتير وهو بيحاول يوفرها لهم، وكان بيحكي لي أذا هو تعب وحائس بالمسؤولية الكبيرة اللي على كتفه، وأنه محتاج يشتغل أكتر عشين يقدر يساعد أهله. فكانت بحس إني فاهماه وهو كمان فأهمني، وبقينا زي الأصحاب مع بعض، وكان
بلاقي نفسي مستنياه كل يوم وبفرح لما أشوفه، وبقيت بهتم بشكلي ولبسي أكت من الأول عشين. اطلع قدامه حلو ومرتبه، وطبعا أنا الحمد لله شكلي كويس وجسمي زي ما تقول كده ممتلئ في الأماكن الصحي. واللي يشوفني ما يقولش أن عندي 40 سنه خالص، يمكنه يقول عندي 28 أو 30 سنه كده. وكانت بعمل رياضه في البيت وباكل أكل صحي عشين أحافظ على شكلي وجسمي. كانت بلاحظ كمان أن كريم بقي بيبص لي بطريقه مختلفة، مش زي الأول، يعني كان بيبص لي كده بنظرات فيها إعجاب. وكان لما أتكلم معاده يركز في عينيا ويبتسم لابتسامه حلوه، وكان لما أحكي له حاجة يضحك على كلامي حتى لو مش مضحك قوي. وكان ديما يمدحني ويقول لي أنا تشكلك حلو أنها أدهم، أو اللبس ده يجنن عليكي، وكلامه ده كان بيليني افرح جدا. وبقيت بحس أن في حاجهم بتحصل بينا حاجة أكبر من مجرد علاقة صاحبه محل وموظف. في يوم من الأيام كنا قاعدين في المحل، وكان الوقت متأخر شويه، وكنا بنجرد البضاعة ونحسب الفلوس اللي دخلت أنها أدهم. وكان الجو برد شويه، واننا كانت لابسه بلوزه كده ضيقه شويه. وكانت حاسة أن كريم بيبص لي بص مختلف عن كل يوم، يعني كان بيبص لي كده بشكل يخليني أحس أنه مش بيشوفني كصاحبه المحل، بس لاده كان بيشوفني كست وده خلاني أتوتر شويه. بس في نفس الوقت حسيت بفرحه جوايا، لا أنا عرفت أنه ممكن يكون معجب بيا، أو على الأقل بيشوفني حلوه. وكانت بحس أن في كهرباء بينا، وأن في توتر جنسي موجود. وكانت خايف أن أعمل أي حركة عشين ما يفهمنيش غلط، بس في نفس الوقت كانت عايزاته يفهمني ويعرف إني أنا كمان حاسة بنفس الإحساس. قلت له كانت تعبانة ولا حاجة، ليه ساكت كده؟ فقال لي لا أنا كويس، بس بفكر في حاجه. قلت له في إيه تفكر؟ ممكن إن تقول لي يمكن أقدر أساعدك. فتردد شويه وبعدين قال لي أنا تعرفه يا ليلى، أنا ست محترمه جدا، وأنا بحترمك جدا، بس أنا عايزه أقول لك حاجه ومش عارف أقولها أذى، وخايف تزعلي مني أو تطردني من الشغل. قلت له قول بريحتك، أنا صاحبتك وأكيد مش هزعل منك ومشاهردك مهما كان لها تقوله. فخدنا نفس عميق، وقال لي أنا بصراحة من أول يوم شفتك فيه حسيت أنك ست مختلف وست جميله جدا. ومع الوقت بقيت بحس ناحيتك بإحساس مش عارف أوصفه، يعني أنا بقيت بحبك ومش عارف أخبي الإحساس ده. وكل يوم لما باجي الشغل باجي عشين أشوفك، وكل يوم لما بمشي من الشغل ببقى مستني اليوم اللي بعده عشين أشوفك ثاني. وأنا عارف أن الكلام ده ممكن يكون غلط، وأن في فرق بين في السن وفي كل حاجة، بس أنا مش قادر أسكت إكت من كده. أنا أول لما سمعت الكلام اتهدمت شويه، لأني ما كانش متوقعه أنه هيقول لي كده. بس في نفس الوقت كانت فرحانه جدا جدا، لأني كانت أنا كمان حاسة بنفس الإحساس تجاهه، بس كانت خايفة أن أقول أو أعمل أي حاجة، لأن أكبر منه بحوالي 13 سنه. وكانت خايفة أن يكون بيضحك عليه أو عايز حاجة ثانيه مني زي الفلوس مثلا، أو عايز يستغلني بأي شكل. فحاولت أتماسك وأقول كلام عقلاني، فقلت له أنا تعرف إني أكبر منك بكتير، وأنا مطلقه كمان، يعني أنا مش بنت صغيرة، أنا لسه شاب صغير وعندك مستقبل قدامك، ولازم تدور على بنت في سنك وتجازها وتعيش حياه طبيعيه وتعمل عيلة وتبقى مبسوط مش تضيع وقتك مع واحده زي. فقال لي أنا مش بهتم بالسن ولا بأي حاجة، أنا بهتم بإحساسي، وأنا حاسس أنك أنت اللي أنا عايزها في حياتي، وأنا مش شايف حد غيرك ومش عايز حد غيرك. أنت اللي بفكر فيها قبل ما أنام، وأنت أول حاجه بفكر فيها لما بصحى من النوم. الكلام ده خلاني أذوب تماما، وحسيت أن قلبي هيطع من مكانه من كتر الفرحة. وكان نفسي أقول له أنا كمان بحبك، بس كانت خايفا. فقلت له خلينا نفكر في الموضوع ده كويس، وما نستعجلش أي قرار، لازم نكون واعيين ونعرف إحنا بنعم إيه عشان ما حدش يتعب في الآخر. فقال ليه ماشي، أنا تحت أمرك، واننا مستني أنك توافقي أني أكون معاك، واننا هستن أي وقت أنا تحتاجيه، بس أنا بس عايزك تعرفي أن مشاعري حقيقية ومش بهزر، ومش عايز أي حاجة منك غيرك. أنا بعد اليوم ده بقيت مش عارفه أنام من التفكير، وكل ما أقفل عينيا ألاقي نفسي بفكر فيه وفي كلامه وفي شكله الحلو وجسمه اللي
كان باين عليه أنه رياضي وقوي لأني كانت ملاحظه عليه لما كان بيشيل الكراتين الثقيلة أو لما كان بيرتب الحاجات في الرفوف العالية. كان باين أن عنده عضلاته مفتول، وكانت بتخيله وهو معدي، وبتخيل أيدينا لمسه بعض، وبتخيل حاجات كتير، وكانت حاسة إني محتاجاه جدا ومحتاجه أكون معاه، لأن زي ما قلت لكم من ساعة ما أطلقت من 7 سنين وأنا لوحدي، وما عملتش أي حاجة مع راجل من ساعتها، وكانت بعمل كل حاجة لوحدي، يعني كانت بفرج على لنت وعلى الفيديوهات وبريح نفسي بنفسي، بس طبعا ده مش زي ما يكون في راجل حقيقي معاكي، فكانت محتاجاه جدا ومش قادرة استحمل الإحساس ده. في اليوم الثاني رحت المحل ولقيته واقف بيرتب البضاعة، وباين عليه أنه ما كانش عارف ينام برده زي بالضبط، وكان شكله متعب شويه وعينيه حمرة من السهر، فبصيت له كده وابتسمت له، وهو ابتسم ليه ابتسامه عريضة، وحسيت أن في كهرباء بينا مش طبيعيه، وكان نفسي أروح أحضنه وأقول له إني بحبه، بس طبعا ما كانش أقدر أعمل كده لأن المحل مفتوح والناس داخله وطالعه، فاستنيت لحد ما الوقت آتاخر شويه، وقلت له تعال نقفل المحل بدري أنها أدهم ونروح نتمشى شويه، فوافق بسرعة وكان باين عليه الفرحة، وقفلنا المحل ورحنا اتمشينا في شارع هادي وما فيهوش ناس كتير، وكنا ماشيين جنب بعض وهو مسك أيدي وانا ناسبته يمسكها، وحسيت بدفق أيده وحسيت إني مرتاحه جدا معاده ومش عايزه أسيب أيده أبدا، وكنا ماشيين وساكتين مش عارفين نقول إيه، بس كان في تفاهم بينا من غير كلام. قال لي أنا تفكرت في كلامي امبارح، فقلت له أيوه فكرت، وأنا قررت إني عايزتك في حياتي، أنا كمان بحبك، بس أنا خايف تكون بضحك عليا أو عايز مني حاجة ثانيه زي الفلوس مثلا أو المحل. فقال لي والله العظيم أنا بحبك وعايزك وعايزه أكون معاكي ومش عايز إيه حاجة ثانيه غيرك، أنا عارف إنك بتشكي فيا بسبب السن، بس صدقيني الحب ما إلوش سن والمشاعر ما بتحاسبش بالأرقام، أنا حاسس ناحيتك بإحساس حقيقي ومش هقدر استغنى عنك، وأنا مش محتاج فلوسك ولا المحل بتاعك، أنا محتاجك، أنا بس محتاج أحس أنك معاي وأنك بتحبيني، دهلي أنا محتاجة. الكلام ده خلاني أطمن شويه، وحسيت أنه صادق معاي وحسيت أن مشاعره حقيقية، فقلت له طيب إحنا هنعمل إيه دلوقتي، يعني هنفضل نتكلم بس ولا إيه عزيزين نعمل إيه بالضبط؟ فقال لي أنا عايزه أكون معاكي بجد، يعني عايزك تكوني حبيبتي وبعدين لما الظروف تسمح أن أنشأ الله نتجوز ونعيش مع بعض، عايزه أعرف كل حاجة عنك وأكون قريب منك ونقضي وقت مع بعض مش بس في المحل، لا عايز نطلع مع بعض ونتكلم ونتعرف على بعض أكتر. فقلت له طيب ماشي، بس إحنا لازم نمشي صح وما نعملش حاجة غلط ونحترم نفسنا. قال لي أنا موافق على أي حاجة أنا تقوليها، أنا بس عايزه أكون معاكي، بس طبعا الكلام ده كان صعب جدا لأننا كنا بنقعد مع بعض في المحل كل يوم ساعات طويلة ومش قادرين نبعد عن بعض، وكنا بنبص لبعض بشكل مختلف، وكان كل واحد فينا عارف أن الثاني بيفكر فيه وعايزه، وأنا كانت حاسة إني عايزاه جدا ومش قادرة استحمل أكت من كده، وكل يوم كان بيعدي كانت بحس أن الرغبة بتزيد أكت وأكتر، وكانت بحلم به كل يوم وبتخيله معلي وبتخيل جسمه وأيديه وكل حاجة فيه. في يوم من الأيام كنا قاعدين في المحل والوقت كان متأخر جدا وكان الشارع خلاص فاضي وما فش حد، وكنا بنحاسب الفلوس ونقفل الدرج، وكانت لابسه بلوزه كده فيها ديكولتيه وكان صدري باين شويه، وكانت حاسة أن كريم مركز فيا ومش عارف يشيل عينيه عني، وفجاه لقيته وقف ورايا وحط أيديه على كتافي وبدأ يدلكني كده بشكل خلاني أحس بشعريره في جسمي كله، وقلبي بدأ يدق بسرعة ولفت له وبصيت في عينيه ولقيته بيبص ليه بنفس الطريقة بنظرات فيها شهوه ورغبه، ومن غير ما نتكلم لقيته قرب مني وحضني وبوسني بوسة خفيفه على خدي وبعدين بقت على شفايفي وانا ناسبته يبوسني، وحسيت إني طايره من الفرحة، وكان حضنه دافي جدا وريحته جميله وريحه عطره كانت رجالي جدا، وحسيت إني في مكان ثاني خالص مش على الأرض، وكانت البوسه حلوه جدا وطويله ومليانه مشاعر، وحسيت أن جسمي كلها اتكهرب بعد البوسه دي. بقينا نتقابل كل يوم في المحل ونقفل بدري شويه ونقعد مع بعض شويه قبل ما كل واحد يمشي بيته ونبوس بعض ونحض بعض، وكانت حاسة إني عايشة
في حلم مش حقيقي، وكان بيعاملني بحنيه ورقه مش طبيعيه، وكان بيحسسني إني أجمل ست في الدنيا، وكان بيقول ليه كلام حلو يخليني أحس إني مميزه، وكان ديما يمدحني ويقول لي أنا جميله جدا وجسمك تحفه وشعرك حلو وعينيك جميلين، وكانت فرحانه جدا جدا. بس كانت خايفة من اللجا لأني مش عارفة إحنا رايحين لفين بالضبط، وكانت خايفة تكون العلاقة دي مش هتكمل، أو أنه يسيبني بعد فتره. في مرة من المرات كنا قاعدين في المحل، وكان بيبوسني ويحضني، واننا كانت لابسه فستان كده قصير شويه، وكان الجو حر، وكانت حاسة أن جسمي كله بيولع، وهو كان واضح عليه أن هو كمان تعبان ومش قادر يستحمل، وكان بيلمسني بطريقه خلتني أحس أن جسمي كله نار، وكانت لابس مكلميه عايزاه بشكل مش طبيعي. وفجاه لقيته بيقول لي أنا مش قادر أستحي حمية اكت من كده، أنا عايزك دلوقتي، مش قادر استنى، أنا بموت عليك وعايزك بجد فاننا. اتخضيت شويه وقلت له لا، ما ينفعش، إحنا لازم نستني لحد ما نتجوز، مش صح نعمل كده من غير جواز. فقال لي طب أمتي هنتجوز، أنا مش قادر استنى أكت من كده، أنا بموت علي وعايزك دلوقتي، ومش قادر أفكر في أي حاجة غيرك. أنا بصيت له وحسيت أنه تعبان فعلا، واننا كمان كانت تعبنه ومحتاجاه جدا، وبقت سنين كتير محرومه ومحتاجه راجل. وقلت في نفسي يمكن ما فش حاجة غلط لو إحنا عملنا كده، طالما إحنا بنحب بعض وهنتجوز إن شاء الله، وربنا يسامحنا ويستر علينا. فقلت له طيب بس مشي هنا في المحل ده مكان مش مناسب، ممكن حد يجي أو حد يشوفنا. فقال ليه طيب فينا روح. فقلت له تعال عند البيت بكره، بعدما نقفل المحل هنروح البيت ونكون مرتاحين وما حدش هيشوفنا. وفعلا في اليوم إني قفلنا المحل بدري ورحنا البيت بتاعي، واننا كانت متوترة جدا جدا ومش عارفه هعمل إيه بالضبط. لا زي ما قلت لكم بقي لي 7 سنين مع حد، وكانت خايف هن أكون نسيه أزئي أو مش هعر أعمل كويس، أو يكون جسمي أتغير ومش هعجبه، فهو حس بتوتري. وقال لي ما تقلقيش أنا معاكي ومش هعمل أي حاجة، أنك مش عايزاها وأنا هكون رقيق معاكي ومش هتعبك خالص. فاطمت شويه بس لسه كانت متوترة. دخلنا البيت وقعدنا على الكنبه شويه، وعملت له قهوه وبدانا نتكلم عشين نهدي شويه ونخفف من التوتر. وكان بيحكي لي عن أول مرة شارفني فيها، وذا كان حاسس وقتها وأن هو من أول يوم حاس إني مختلفه، وكان عايز يعرفني أكتر. وبعدين بدا يقرب مني ويحضني ويبوسني بوسات خفيفة على رقبتي وعلى وشي وعلى شفايفي، واننا حسيت إن جسمي كله بيرتعش، وكان لمسه حنين جدا ورقيق ومش زي جوزي اللي كان بيعاملني بخشونه وبدون مشاعر، وكان بيعمل لي هو عايزه بس من غير ما يهتم براحتي أو بمشاعري. ده كان مختلفة تماما، كان بيلمسني بحب وبحنيه، وكان بيسلني أن كويسهن ولا تعبنه، وكان مهتم براحتي اكت من نفسه، وده خلاني أحبه اكت وأكتر. وبعدين خدني على ألضي بتاعتي وببطء شديد بدا يخلعني، واننا كانت خجلانه شويه وكانت بغطي جسمي، بس هو شال أيدي وقال لي أنا جميله جدا وما فيش داعي للخجل، أنا عايزه أشوفك كلك وعايزه أشوف جسمك الجميل ده. وبدا يبوس جسمي كله بشكل خلاني أحس إني همت منتن سكس اللذه، وكان عارف إيه اللي يعمله بالضبط، وكان شاطر جدا في الموضوع ده، مش زي ما كانت متوقعه أنه لسه شاب صغير ومش عنده خبره، لا ده كان فاهم كل حاجة، وكان عارف أذا يخليني أحس بالمتعه، وكان استخدم لسانه وأيديه بطريقه خلتني إير في السما، وبدانا فعلا، وكانت أول مرة جميله جدا جدا، وحسيت فيها بسعادة ما كنتش حسة بيها من سنين طويلة. وكان قوي جدا، وكان شكله جميل وجسمه مفتول وعضلاته بارزة ومشدوده، وكان واضح أنه بيلعب رياضه وبيهتم بجسمه، وكان حجمه كمان مش طبيعي، كان كبير جدا وطويل يمكن حوالي 20 سنتيمترا أو أكثر. وأنا لما شفته أول مرة اتخضيت شويه وقلت في نفسي ده مش هينفع هيوجعني، بس هو كان رقيق معي جدا ودخل بالراحة وبالتدريج وخلاني أحس بالراحة والمتعه، وخلاني أجيبه مرة ومرتين وثلاث مرات، وكل مرة كانت أحلى من اللي قبلها وأقوى، وكانت بصرخ من اللذه ومش مصدقه أنده بيحص معي فعلا.
وكان بيقول لي كلام يهيجني أكثر، وكان بيقول لي أنا جميله وجسمك تحفه واننا بحبك جدا وعايزك تفضلي معي للأبد. بعدما خلصنا أول مرة استريحنا شويه وبعدين عملناها ثاني وثالث مرة، وكل مرة كانت أحلى من اللي قبلها لحد ما وصلنا لسه مرات في نفس الليلة واننا كانت مبسوطة جدا ومنبهره من قوته وقدرته، وكانت حست أني أتلت من جديد وحاسه إني عشت حاجة جميلة جدا بعد سنين من الحرمان. بعدما خلصنا فضلنا قاعدين جنب بعض على السرير وهو حاضني ومد راسي على صدره، وكنا بنتكلم وبنضحك، وكان بيقول لي أنت أجمل ست شفتها في حياتي، واننا بحبك جدا ومش هقدر استغنى عنك أبدا. فقلت له واننا كمان بحبك وخايف اخسرك وخايف تسيبني بعد كده. فقال لي مستحيل أسيبك، أنت حياتي دلوقتي واننا مش هسيبك أبدا، إن شاء الله هنتجوز ونعيش مع بعض ونبقى سعداء بعد اليوم ده. بقينا نتقابل كل يوم تقريبا، وأحيانا كنا بنعم لها في المحل نفسه بعدما نقفل ونتفي النور ونقفل الباب كويس ونروح على ألد الصغيرة اللي ورا المحل اللي كانت بحط فيها المخزون والكراتين ونعمل اللي إحنا عايزين. وكانت كل مرة أحلى من اللي قبلها، واننا بقيت مدمنه عليه وعلى جسمه ومش قادرة استغنى عنه أبدا، وبقيت مستنياه كل يوم ومش قادرة أعيش من غيره. وكان هو كمان مدمن عليا، وكان ديما يقول لي أنه مش قادر يستغنى عني وأنه بيفكر فيا طول الوقت. بس طبعا الموضوع ده كان غلط لأننا مش متجوزين ومش عايشين بشكل صح، وكانت خايفا حد يعرف أو حد يشوفنا، وكانت خايفا على سمعتي وعل سمعته هو كمان. وكانت عايزه نتجوز بسرعة عشان نعيش بشكل طبيعي وصح وما حدش يقول علينا حاجة وربنا يبارك لنا في حياتنا. قلت له لازم نتجوز بسرعة، أنا مش قادرة نفضل كده، إحنا بنعم حرام واننا خايف ربنا يزعل مننا ولازم نمشي صح. فقال لي أنا موافق، بس أنا لسه ما عنديش فلوس كفاية عشان أجهز شقه وتجوز بشكل لائق، واننا عايزه أجهز لك جهاز حلو وعمل لك فرح كويس وتكوني فرحانه. فقلت له أنا عندي فلوس وما عنديش مشكله أساعدك، وإحنا ممكن نتجوز بسيطه من غير مبالغه، والمهم أننا نكون مع بعض. فقال لي لا، أنا مش هقدر أخذ منك فلوس ده، يخليني أحس إني راجل فاشل وأن أنا عايش على فلوس ستي، وده مش هينفع، أنا عايزه أجهز بفلوسي أنا وأبقى راجل قديمك. فقلت له طيب هنستنى لحد أمتي، أنا مش قادره أستنى كتير. فقال لي أستني شوية لحد ما إجمع فلوس كويسة، وإن شاء الله في خلال 6 شهور أو سنه لكث نتجوز. بس أنا كانت خايفا من حاجة ثانيه، كانت خايفا أنه بعدما يتجوزني يلاقي إني كبيره عليه أو يزهق مني ويروح يدور على واحده أصغر مني وحلو أكت مني، وكانت خايفا أنه يكون بيستغلني عشين الفلوس أو عشين المحل وبعدين يسيبني ويمشي ويلخذ مني كل حاجة. وكانت خايف جدا من الموضوع ده لأني مش عايزه اتعب ثاني زي ما تعبت فيه جوازي الأول، ومش عايزها أقدم في حد ثاني. قلت له أنا خايف تكون بتستغلني أو بعد ما نتجوز تسيبني أو تأخذ مني فلوسي والمحل وتمشي. فزعل مني جدا وقال لي أذا تقولي كده أنا بحبك بجدي ومش بستغلك ولا عايز منك أي حاجة غير أنك تكوني معي، أنا مش بفكر في الفلوس ولا في المحل ولا في أي حاجة، أنا بفكر فيكي أنت بس، واننا لو كانت عايز فلوس كانت اتجوزت بنت غنيه من زمان، بس أنا عايزك أنت لأني بحبك وبحب شخصيتك ومش بحبك عشان فلوسك. فحسيت أنه صادق وندمت إني شككت فيه، وقلت له أنا أسفه بس أنا خايف بس من اللي جا وخايف اتعب ثاني، بس برده الخوف موجود جوايا وأنا محتاجة حد ينصحني هل أنا ماشيه صح ولا غلط، هل اتجوزه ولا استنى شويه عشين أتاكد من مشاعره، هل هو فعلا بيحبني ولا بيستغلني، أنا مش عارفه اعمل إيه وأنا خايف جدا إني أغلط ثاني في حياتي، وأنا مش عايز أخسره لأني بحبه جدا، بس في نفس الوقت خايف أخسر نفسي وأخسر فلوسي وأخسر كل حاجة عملتها بعد الطلاق، وخايف يطلع كل اللي حصل ده كان كسبه مجرد استغلاق. أنا دلوقتي قاعد ومحتاره جدا ومش عارفه أتصرف أذى ومحتاجه حد يقول لي راية ويقول لي اعمل إيه، هل اتجوزه فعلا ولا استنى شويه وشوف هو هيفضل على نفس المشاعر ولا أسيبه خالص وابعد عنه قبل ما أتعلق إكتي وقبل ما اتعب إكت من كدها. يا ريت تساعدوني وتقولوا لي رأيكم لأني فعلا مش عارفه اعمل إيه ومحتاجه نصيحه من حد عاقل يفهمني صح من غلط.